السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على صفحتكم وقناتكم الزعيم كار. معانا النهاردة تشكيلة كويسة من العربيات المستعملة الأوتوماتيك والمانيوال. أسعار النهاردة بإذن الله بتبدأ من أول 35,000، يعني يعتبر بتمن موبايل. جايب لك برضو أوتوماتيك في الحنين، وبرضو أسعار جميلة جدا النهاردة بإذن الله هتعجبكم. ولكن طبعا مش عاوزين ننسى أي عربية لازم تتفحص كويس جدا، سواء بفني أو بمركز معتمد، علشان تبقى مطمن سواء من عندي أو من عند غيري. وتاريخ عرض حالة النهاردة 28/10/2025. وما ننساش بقى اهم حاجه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعالوا يلا مع بعض نشوف مواصفات اول عربيه معانا النهارده. جايب لك النهارده اسبرانزا اي 113 موديل 2010. العربيه طبعا مانيوال، رشه من بره كلها دواخلها فابريكا. العربيه بطاريتها جديده، موتور وفتيس حالتهم ممتازين جدا. فيها ازاز كهرباء الاربعه، وفيها برضو وحدات رفع الازاز، سنتر لوك، وفيها باور، وفيها طقم جنط سبور الاصلي. راكب لها شاشه عرض. موتورها 1300 سي سي. مرور القاهره، مرور الشروق. العربية التكييف بتاعها بس محتاج يتشحن. العربية راكب لها فرش جلد. مطلوب فيها 155,000، ولكن صاحبها بيقول لك السعر ده نهائي مش هينزل جنيه واحد. طبعا أقل من الأسعار اللي كنت بعرضها لك قبل كده. وزي ما قلنا العربية موديل 2010 مانيوال. وجايب لك بعد كده عربية تنفع إن أنت تشتغل بيها، وبرضه عربية ممكن تنفعك للبيت وسعرها ممتاز جدا. اسبرانزا اي 516 موديل 2009. العربية برضه مانيوال، رشة من بره كلها دواخلها فابريكا بالكامل. صاحبها لسه مغير لها ماستر الفرامل والعفشة. الموتور بتاعها 1600 سي سي. الرخصة بتاعتها منتهية من 4 شهور. فيها الفرش الأصلي بتاع الفابريكا، وفيها طقم جنط. فيها 4 ازاز كهرباء وباور وسنتر. والسعر اللي صاحبها طالبه من الآخر خالص 130,000، وده طبعا سعر كويس جدا جدا، ولو انت هتشتغل بالعربية فيعتبر سعرها حنين كمان معاك. العربية زي ما قلنا موديل 2009، والدواخل بتاعتها فابريكا بالكامل. ولو محوش 35,000 تعالوا نركبك بيهم عربية كويسة جدا بيتي ومش محتاجة جنيه مصروف، وده طبعا اللي هيبان وقت الفحص. العربية فيها 127. صاحبها بيقول لك مش محتاجة ربع جنيه مصروف، هتدور وتمشي على طول. مرور الزقازيق محافظة الشرقية. المعاينة برضو إن شاء الله هتبقى في الزقازيق في الشرقية. فيها سنتر وفيها إزاز كهرباء. كاوتش العربية جديد. موتور العربية 1000 سي سي، طبعا يعني اقتصادية جدا جدا في البنزين. فيها رخصة سنتين، طبعا رخصة طويلة وباسم صاحبها على طول، ما فيهاش أي توكيلات. فيها كراسي جلد، إزاز كهرباء. السعر بقى المطلوب في العربية 35,000. والمعاينة إن شاء الله هتبقى في الزقازيق في محافظة الشرقية. نيسان صاني ان 17 موديل 2015 جايبه لك النهارده بسعر كويس جدا جدا. طبعا سعر اقل من سعر السوق، ولكن العربيه برضو للامانه محتاجه شويه مصاريف. العربيه زي ما قلنا موديل 2015 كامله اوتوماتيك. رشه من بره كلها دواخلها فابريكا. الرخصه بتاعت العربيه منتهيه، مرور عبود. الكاوتش بتاع العربيه جديد. فيها الفرش الاصلي بتاع الفابريكا. 4 ازاز كهرباء وباور وتكييف، ولكن تكييف العربيه مش شغال. صاحبها طالب فيها 320,000، وكمان بيقول لك في تفاوض بسيط جدا عند المعاينة. العربية طبعا اوتوماتيك موديل 2015، والمعاينة ان شاء الله هتبقى في شبرا الخيمة. وجايب لك النهاردة بإذن الله عربية اوتوماتيك وسعرها كويس جدا يعتبر بسعر المانيوال. داينو بيرا 1 موديل 97. رشة من بره كلها دواخل العربية فابريكا. طبعا زي ما قلنا كاملة اوتوماتيك، ازاز كهرباء الاربعة وسنتر وباور وتكييف، ولكن تكييفها محتاج صيانة. عداداتها كلها شغالة. 4 فرد كاوتشات كويسين. الصالون بتاع العربية بتاع الفابريكا، وطابلوه برضو الفابريكا وكويس. كل حاجة في العربية شغالة. بطارية جديدة، والمكنة بتاعت العربية لسه متغيرة استيراد بس لسه ما اتثبتتش في الرخصة. موتورها ممتاز جدا جدا، والفتيس والعفشة. فيها رخصة سنة ونص مرور مصر الجديدة. فيها 2 توكيل. المعاينة ان شاء الله هتبقى في حلوان. فيها طقم جنط سبور الأصلي بتاع الفابريكا. والسعر مطلوب فيها 160,000. العربية موديل 97 كاملة اوتوماتيك. والمعاينة ان شاء الله زي ما قلنا هتبقى في حلوان. ولو عاوز اوتوماتيك كمان وبسعر اقل من اللي فاتت، طبعا في سعر الحنين، جايب لك النهارده هيونداي اكسل. كتير قوي بيدور عليها تكون اوتوماتيك. موديل 98، موتورها ال 1500 سي سي، طبعا المكنه الكبيره. فيها باور وتكييف، ولكن التكييف محتاج سربنتينه. العربيه فيها 4 ازاز كهرباء. الصالون الاصلي بتاع الفابريكا. رخصه 7 شهور مرور فيصل.
دواخل العربية كلها فابريكا، كل اللي فيها بس ان هي رش الايمين اللي قدام كانت خبطة واتعملت، وبرضو عشان كده سعرها كويس جدا. العربية مطلوب فيها 110,000. طبعا زي ما قلنا هي كاملة اوتوماتيك. المعاينة ان شاء الله هتبقى في الجيزة. وبرضو جايب لك النهارده فيات 128 سعرها كويس جدا جدا لو انت برضو محوش قرشين على جنب كده وعايز تركب بيهم عربية. العربية موديل 87، فيها رخصة سنة، مرور المنصورة. موتور العربية 1100 سي سي. طبعا برضو العربية اقتصادية جدا في البنزين. صاحبها بيقول لك كل حاجة في العربية شغالة، هتركب وتدور وتمشي على طول، ولو محتاجة أي مصروف هتبقى بحساب، وده طبعا اللي هيبان وقت المعاينة. ومعاينتها إن شاء الله هتبقى في الزقازيق في محافظة الشرقية. فيها فرش جلد كويس، كاوتش العربية برضو كويس. والسعر المطلوب في العربية 38,000. العربية طبعا زي ما قلنا موديل 87 مانيوال، والمعاينة هتبقى في الشرقية. شيفروليه كروز موديل 2010. العربية كاملة اوتوماتيك، الرشة من بره كلها ودواخلها فابريكا. فيها رخصة سنتين، مرور بالقاس محافظة الدقهلية. صاحبها لسه عامل لها طقم سيرفيس كامل، برضو مشدودة العربية شدة كاملة. ماشية على عداد 200,000 كيلو. الكاوتش بتاع العربية حالته 65%. المعاينة إن شاء الله هتبقى في شبرا الخيمة. العربية فيها الفرش الأصلي بتاع الفابريكا. فيها 4 أزاز كهرباء ومرايات كهرباء وسنتر وباور وتكييف. وتكييف العربية برضو شغال. السعر المطلوب فيها 320,000، وزي ما قلنا العربية موديل 2010 كاملة أوتوماتيك. والمعاينة إن شاء الله هتبقى في شبرا الخيمة.